السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتفرجوا في وصفه اليوم. مرحبا بكم في قناتي كوكيناس، معكم انا ايناس. في فيديو اليوم راح نشارك معكم وصفه بيتزا المقلاة ولا البيتزا اللي تندار في المقله، اللي طلبتوها مني وشاركتها معكم في الانستغرام والتيك توك، وديجا كاين اللي داروها ونتحدث لهم. بصح قبل ما نبداو بالوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم جميع وصفاتي الناجحة. اول حاجه راح نبدا بها هي لاصوص تاع البيتزا تاعنا. لازم نطيبها ونخليها تبرد، لانه العجينه تاع هذه البيتزا ماشي شرط ترتاح بزاف، راح نخليها ترتاح غير نص ساعه ونبدا نطيب فيها. هيا نوريلكم كيفاش انا ندير لاصوص تاع البيتزا. عندي هنا طوماطيش اللي كنت سكرفشت حوالي 8 حبات تاع الطوماطيش. عندي هنا حبه صغيره تاع البصل، ثوم، فلفل حار وزعتره. اذا ما كانش ديروا الرند، انا ساعه ندير الرند ساعه ندير الزعتره. دوكا في الميكسر راح نرحي البصل، فلفل حار والثوم، وراح نزيد هذيك الطوماطيش اللي سكرفشتها. انا نحب نرحي لاصوص مع الاول باش من بعد كي نزيد لها لا طوماط كونسونطري ما يروحليش هذاك اللون شباب تاعها، اللون الاحمر شباب تاعها. بصح كون نرحيها مع الاخر تولي هذيك لاصوص تولي ما تبقاش حمراء، تولي رايحه الاورانج. هنا حنزيد زعتره، نحط الملح، قيس مغرفه طوماط كونسونطري، شويه زيت باش تتقلى ونحطوها تطيب. دوكا هنا بعد ما تقلات راح نزيد لها قيس كاس ماء سخون ونخليها تزيد تطيب. بالنسبه للعجينه عندنا هنا كاس حليب دافي، نص كاس زيت، حبه بيض، ملح، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره تاع الخبز والفرينه باش نلموا العجينه. وهيا نبداو بالطريقه. نبداو بسم الله. نحطوا الحليب، الزيت، نحطوا الخميره، السكر، ملح، والحبه تاع البيض. نخلطوا كلش مع بعض ونبداو نفرغوا الفرينه تدريجيا، اسهل منها مكاش. هذه هي العجينه بعد ما لميتها. كما قلت لكم نبقى نحط في الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على العجينه ما هي يابسه ما هي طريه. دوكا نغطيها ونخليها تستراح لمده نصف ساعه، نص ساعه كافيه، نص ساعه برك. هاي لك العجينه بعد ما خمرت.
وهاي لاصوص بعد ما طابت وبردت. دوك راح نقسمها على 5. دوكا هنا راح نبدا نشكل في البيتزا تاعي. جبت هنا بابي كويسون باش يعاوننا في الخدمه، وعندي هنا العجينه. راح نحاول نطرحها بشكل دائري وعلى قيس المقله تاعنا. عندي هذا الغطاء المساحه تاعو هي نفسها مساحه المقله اللي راح نستعملها، دونك راح نستعملوه باش يعاونني باش نطيح سوا في الكيل تاع العجينه، باش تكون العجينه سوا مع المقله. هكذا راح نزيد شويه برك ندنيها هكذا. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. فوالا هكذا العجينه تاعي تكون واجده. نبداو بسم الله نطيبوها. دوكا هنا كما شفتوا حطيت المقله على نار متوسطه وراح ندهنها بالزيت. تحبوا تدهنوها بالزيت ولا بالزبده كما تحبوا. دوكا قيس ما سخن الزيت راح نحط العجينه تاعي. بسم الله. هنا خليتها 5 دقائق ومن بعد قلبتها كما شفتوني. خليتها قيس 5 دقائق على الجهه الاولى وقلبتها، ودكا راح ندير لاصوص. ومن بعد وليت حطيت زيتون الكحل، طون تاع الزيت، الفرماج. انا هنا استعملت الفرماج تاع البيتون. ومن بعد وليت حطيت فرماج رابي، غطيت البيتزا وخليتها تذوب. وهذه هي البيتزا تاعنا بعد ما ذاب الفرماج وطابت لنا من التحت. كي تشوفوها تحمرت من التحت طفيو عليها. وهذه هي البيتزا تاعنا، سهله وخفيفه وتجي خفيفه صح وبنينه، وتجي ذوق تاعها مختلفه، تجي مختلفه على تاع الفور. نتمنى تجربوها وترجعوا لي بالخبر.